لو شايف حد قدامك بيعمل غلطة انت وقعت فيها قبل كده وعايز تحذره وعايز تنصحه انه يبعد عنها، اتكلم عن تجربتك الأول وازاي الغلطة دي أثرت عليك بالسلب. من قبل ما تنتقده وقبل ما تفرض عليه رأيك، اتكلم عن تجربتك الأول، عن اللي مريت بيه. هتحس ان اللي قدامك بدأ يسمعك ويوصل بنفسه للقرار الصح، واللي كان ممكن ما يتقبلوش بطريقة النقد اللي معظمنا بيستخدمها في النصيحة واللي بتجيب نتائج سلبية. لما تحكي له عن غلطة عملتها قبل كده وأثرت عليك بالسلب ومش عايزه يقع فيها، هيكون أحسن من إنك تقعد تديله درس في الأخلاق وإنه إزاي يغلط غلطة زي دي. أنا شايفة إن النقد المباشر بيخلي الناس تاخد وضع الدفاع، تقعد تدافع عن نفسها وتدي مبررات عشان ما تطلعش قدامك غلطانة. لكن لما يسمع إنك وقعت في الغلطة دي قبل كده، أو تقوله إن وارد إن أي شخص يقع في الغلطة دي، بيحس إنك مش جاي تهاجمه، بالعكس أنت جاي تساعده. كمان أنت كده بتكسب احترامه وثقته، لأنك بتنصحه وأنت معترف إنك مش مثالي، وده بيخلي كلامك واقعي بالنسبة له لأنه جاي من تجربة مش تنظير عليه. كمان الطريقة دي بتفتح مساحة حوار حقيقية، إن الشخص ده يقول اللي جواه ويعبر عن نفسه، وكمان يحب ياخد رأيك بعد كده لأنك مديله مساحة ومقدره. كمان لما تحب تلفت نظر حد الغلطة، حاول تكون ذكي، خصوصا لو الشخص اللي قدامك ده حساس لأي نقد أو ممكن يزعل بسرعة. بدل ما تقول لحد أنت شاطر بس، بلاش كلمة بس دي، شيلها خالص، لأن هو بيركز على اللي بعد كلمة بس. يعني مثلا الأم بدل ما تقول لابنها أنا فخورة بيك إنك نجحت الترم ده، بس ياه لو درجاتك كانت أعلى شوية، هو كده هيركز على كلمة بس ويحس إنه مش كفاية. الأحسن بتقول مثلا أنا فخورة بيك إنك نجحت الترم ده، وكمان حاسة إنك بتتحسن في المذاكرة وهتوصل لدرجة أعلى وأعلى. تغيير بسيط في طريقة الكلام، بس بتكون الرسالة اللي عايز توصلها له إيجابية ومقبولة أكتر، وبتدي دافع للتطوير من غير ما الشخص يحس إنه فاشل أو إنه مش كفاية. الطريقة دي ناجحة جدا لشوية أسباب. أول حاجة، بتحافظ على كرامة الشخص ومجهوده. يعني لما تنتقد حد بطريقة غير مباشرة، خصوصا لو طفل، انت بتحافظ على شعوره بالإنجاز ومش بتكسره. الطفل لو حس إنك شايف تعبه ومقدره، هيحب يسمع منك، لكن لو حس إنك مش مقدر اللي عمله، هيبعد عنك ويعند معاك. كمان كلامك السلبي هيخليه محبط وشايف نفسه قليل وإنه مش كفاية. تاني حاجة، إنك بتدي دافع يحفزه بدل الخوف أو الإحباط. الطفل اللي بتقوله أنا واثق فيك وعارف إنك تقدر تعمل أحسن، دي حاجة تشجعه إنه فعلا يعمل أحسن. لكن لو قلتله بس أنت قصرت، يبقى دافعه الخوف أو محاولات منه إنه يرضيك عشان يحس إنه كفاية في نظرك، وده دافع يدمر الطفل مش يبنيه. تالت حاجة، بالطريقة ديت انت بتزود الثقة بينكم. لو الشخص حس إنك بتعامله بلطف حتى وقت ما يغلط، بيحترمك ومش هيخبي عليك حاجة وهيسمع لرأيك أكتر، وده مع الوقت بيخلق جو عام من الثقة المتبادلة، سواء في البيت أو في الشغل أو أي علاقة تانية. لو عايز توصل ملاحظة لشخص على تصرف غلط عمله وتلاقيه بيتقبله عادي، ابدأ بالكلام الإيجابي عنه. لما تبدأ كلامك بتقدير حقيقي للشخص، هيحس إنك شايف فيه حاجة كويسة، وده هيخليه يتقبل أي ملاحظة بعدها، لأنه حاسس إنك مش جاي تهاجمه، بالعكس انت شايف فيه خير وبتدعمه يبقى أحسن وأحسن. فكده بتخلي الشخص يحس بقيمته ويعدل ويطور من نفسه. الطريقة دي بتقلل التوتر وتحفز العقل يسمع. عقلك البشري بيبقى في حالة دفاعية لما يحس إنه بيتهاجم، لكن لما يسمع كلام إيجابي الأول بيهدى وبيبقى جاهز يسمع أي حاجة بعدها. والطريقة دي بتخلي الكلام في صورة نصيحة فعلا مش هجوم. لما تقول الكلام الإيجابي الأول، كلامك ساعتها بيظهر زي خطوة عشان تساعد الشخص يطور من نفسه مش تقليل منه. فبدل ما يحس إنه فاشل، بيحس إنك شايف فيه أمل وعايزه يكون أحسن. بس خلي بالك، مهم جدا الكلام الإيجابي ده يكون حقيقي مش مجاملة. دور على الحاجات الكويسة فعلا اللي عملها الشخص أو الصفات الكويسة اللي فيه وابدأ بيها.
حاجة تانية هنتكلم عنها في الفيديو وهي القيادة. لما تكون في منصب فيه مسؤولية أو حتى بتتعامل مع زمايلك في الشغل، فريق عمل، لازم يكون عندك فن القيادة، مش بتدي أوامر وخلاص. يعني اطلب في صيغة اقتراح بدل ما تدي أوامر مباشرة. الفكرة هنا إنك بدل ما تقول اللي قدامك اعمل كذا، انت كده بتسأله وبتفتح له باب التفكير والإبداع. يعني مثلا هتقول تفتكر نقدر نعمل كذا ازاي؟ ايه رأيك لو جربنا الطريقة ديت؟ تحب نبدأ منين؟ انت كده بتحسس اللي قدامك انك بتشاركه الرأي مش بتتحكم فيه. يعني لما بتسأل أو بتدي اقتراح، الشخص بيحس إنه له دور وإن رأيه مهم، إنه مش بس بينفذ أوامر. بتفتح باب للإبداع، إن كل واحد يفكر ويقترح حلول حلوة. لما يحسوا إنهم بيشاركوا في القرار بيتحمسوا ويحسوا بالمسؤولية وبيقترحوا أفكار فيها إبداع أكتر، فطبيعي يكون عندهم دافع حقيقي يشتغلوا أحسن وينجحوا كمان. الطريقة دي بتخفف الضغط وبتخلي الأمور أسهل كمان في تنفيذها، لأن الأوامر المباشرة ساعات بتستنزف أو بتخلي الشخص يحس إنه مضغوط ومجبر يعمل الحاجة دي. لكن السؤال أو الاقتراح بيحسسه إنك بتحترم تفكيره وبتديله مساحة يتحرك فيها. نقطة كمان في حتة القيادة، إنك ما تجيش على كرامة الشخص اللي قدامك حتى لو كان غلطان. مهما كان الموقف، مهما كان الشخص غلط، ما ينفعش تكسفه أو تحرجه أو تحسسه إنه قليل. افتكر إنك عايز تعلمه مش تحرجه، وإنكوا عايزين تخلصوا الشغل بصورة كويسة. انت ما عندكش كمان أي حق إنك تقلل من اللي قدامك أو تحسسه إنه قليل قدام نفسه مهما كان غلطان. في مواقف كتير ممكن تكون صح، بس طريقة كلامك ممكن تخلي اللي قدامك يحس بالإهانة. زي ما بنقول دايما، الناس ممكن تنسى اللي قلته، بس عمرهم ما هينسوا الإحساس اللي سبته فيهم. هتلاحظ إن الأمور بتمشي بسلاسة أكتر لما تستخدم أسلوب التشجيع، إنك تركز على النقاط الإيجابية. يعني تتكلم على أي تحسن، أي خطوة إيجابية حتى لو كانت بسيطة. الناس بتتغير للأحسن لما تلاحظ الإيجابيات اللي فيهم وتحفزهم على كل خطوة إيجابية وتركز عليها، بدل ما تسيب كل ده وتركز على غلطات الشخص. قال يعني كده هيتحسن؟ بالعكس بجد، انت كده بتدمر فيه، وانت كده الشخص التوكسيك اللي بيشده لورا، اللي بيديله صورة وحشة عن نفسه تخليه يكره نفسه ويكرهك. لو الشخص بيحاول يعمل حاجة جديدة أو بيسعى في اتجاه معين وجاي يعرض الحاجة اللي عملها دي عليك، فقمت انت ببساطة قايله ايه الهبل اللي انت بتعمله ده يا ابني، هيحس بالإحباط وكمان هيفقد ثقته بنفسه، ودايما هيشكك في قدراته، لأن هو اتعود على كده من الأشخاص اللي حواليه واللي المفروض كانوا يدعموه مش يقللوا منه. لكن لما يسمع منك جملة جميل جدا إنك حاولت، المرة الجاية هيكون أحسن وأحسن، هيفضل يحاول لحد ما ينجح. وزي ما قلنا قبل كده إن الكلام الإيجابي أو التشجيع لازم يكون حقيقي، مش مجرد مجاملة فارغة. طب تعمل إيه لو أنت شخص مش متعود يبص للإيجابيات، أو اتربيت وسط ناس بتبص دايما للجانب السلبي؟ يبقى درب نفسك، بجد درب نفسك إنك تشوف الإيجابيات. واحدة من الطرق اللي هتساعدك إنك تعد النعم اللي حواليك، واللي مش هتعرف تعدها بالمناسبة، بس قول على الأقل كل يوم 5 نعم أنت ممتن لوجودهم. أنت كده بتدرب عقلك إنه يبص على الجانب الحلو. والطريقة دي مش بس بتفرق معاك في تعاملك مع الناس، لكن ممكن تكون السبب اللي يطلعك من المشاكل، لأنك هتلاقي من غير ما تحس إنك بتستخدم النعم اللي عندك في إنك تحل مشكلتك، لأنك بقيت واعي بيهم. اختار تشجع اللي قدامك إنه يتغلب على نمط أو أسلوب أو فعل غلط، بدل ما تمسك في الغلطة نفسها وتقعد تقوله ده أنت كذا وكذا. خلي الغلطة دي تبان سهلة إنها تتصلح. لو قلت لحد إنه غبي أو مش نافع أو ما عندوش موهبة، أنت حرفيا بتقتل جواه أي دافع إنه يحاول تاني. لكن لو عملت العكس وشجعته وخليته يحس إن الغلطة دي بسيطة وممكن تتصلح، ساعتها هتحفزه بشكل كبير وهيحاول ويجرب ويبقى أحسن وأحسن. الغلطة لما تبان سهلة إننا نشتغل عليها ونبقى أحسن، إحنا بنتشجع نجرب مرة واتنين وتلاتة. الكلام ده بيديله أمل وبيعلي ثقته في نفسه، وإنه ياخد فعلا الخطوات اللي توصله لنتيجة أحسن.
خلينا نقول مثال بسيط في البيزنس. بدل ما تقول لموظف عندك هو ايه الهبل اللي انت عامله ده، هو انت مش عارف تكتب تقرير صح، تبدل الكلام ده وتقول التقرير محتاج يتظبط شوية، بس أنا متأكد إنك هتظبطه لما تركز أكتر، لأن عندك أسلوب كويس وشغلك دايما في دقة. هنا أنت ما طنشتش الغلط وما قللتش من الشخص، لكن في نفس الوقت ما كبرتش الموضوع، وشجعت الشخص ده يشتغل على نفسه ويقدم أحسن وأحسن ما عنده. كلنا بنتعامل مع ناس حوالينا كل يوم، زمايلنا، أصحابنا، أولادنا، أو حتى موظفين معانا في الشغل، وساعات كتير بنبقى عايزينهم يعملوا حاجة أو نصلح لهم غلط، بس الطريقة اللي بنقول بيها الكلام هي اللي بتفرق. دلوقتي هلخص لك الطرق اللي احنا قلنا عليها. أول حاجة إنك تبدأ بالكلام الإيجابي والتقدير للشخص ومجهوداته، وإنك لو عايزه يعمل حاجة إنها تكون في صورة اقتراح مش بصيغة الأمر إنه لازم يتنفذ. ولازم تكون فاكر إن حتى لو الشخص غلطان ما ينفعش تجرح كرامته. وحابة أفكرك برضو بطريقة قلناها قبل كده وهي مهمة، إنك تخلي الشخص يكون مبسوط إنه بيعمل اللي طلبته منه، بإنك تركز على فكرة هو هيستفاد إيه عشان يبقى بيعمله وهو مبسوط ومتشجع.